انا عايز كل الناس تتجمع في الفيديو دوت الصنايعيه قبل العملاء، وعايز صنايعي يطلع يرد على المشكله ديت، ولو رديت تبقى انت صنايعي توب. تمام كده. الاستاذه بتقول ايه بقى؟ بتقول اللي هي عندها بوتاجاز لجرمانيا، عندها درجات الحراره ارقام من 1 ل 3 لحد 8، المتوسط بتاعتهم اللي هو 3. تمام كده. لما بتشغله على 3 وهو شغال الفرن بيفصل في نص الاكل او بيفصل وهو شغال، فده عيبه ايه يا صنايعيه؟ تمام كده. وما تقوليش حساس عشان مش حساس، حساس بتاعها سليم. فلو انت صنايعي وواثق من نفسك اطلع قول لي المشكله دي ايه، انا عارفها يا ست الكل. عشان ابقى رديت على سؤال حضرتك برضو، اتصلي بينا واعملي بلاغ انت عندك مشكله في الجهاز وانا بقيت لك حد يصلحه لك. فعايز صنايعي، اي صنايعي محترم بقى يطلع يقول لي المشكله دي من ايه، بس بره عن الصنايعيه بتاعت اكسبرتس، عشان الصنايعيه بتاعت اكسبرتس نمبر 1. انا عايز صنايعي بقى من اللي بيطلع عمال يعملوا شو بقى يطلع يقول لي المشكله دي بتاعت ايه، عشان احنا مش واخدين المجال كصنعه، احنا واخدينه كدراسه وفاهمين كل حاجه الظبطه بتاعتها فين بالظبط وبتعمل كده ليه. فانا عايز الصنايعي يطلع يقول لي ده المشكله في ايه، بعيدا عن الحساس، عشان ما تطلعش تقول لي حساس في الكومنتات.